الثقافة والفنون، ويرافقهم أيضا فناننا الكبير نوري كوفي. تفضل معنا هو الآخر من أجل تكريم هذه الأسماء التي بدعت وأبدعت في هذه السهرة الافتتاحية ضمن المهرجان الثقافي الوطني لموسيقى الحوزي في طبعته 14 هنا من قلب عاصمة الزيانين. هو تكريم للفنانة دنيا الجزائرية. هذه هي الفنانة التي دائما تبدع على المصالح الدولية، لديها العديد من الإنتاجات والألبومات مع شركات إنتاج كبرى دولية، فكانت ضمن الأسماء التي شرف لنا أنها تحضر في هذا الحفل، حفل الافتتاح، بتكريمها دائما السيد والي ولاية تلمسان بمعية السيد ممثل وزيرة الثقافة والفنون وأكيد الفنان نوري كوفي. تحية للفنانة دنيا الجزائرية التي هي أخرى أبدعت في هذا الحفل، حفل افتتاح الطبعة 14 من المهرجان الثقافي الوطني لموسيقى الحوزي. إذن هي تكريم ضمن السهرة الافتتاحية الأولى من برنامج المهرجان الثقافي الوطني لموسيقى الحوزي. إذا صورة للذكرى لتبقى خالدة في صفحات الذاكرة لهذا المهرجان، مهرجان الثقافي الوطني لموسيقى الحوزي. إذا تكريم آخر للفنان الذي أبدع هو الآخر في هذه السهرة، الفنان توفيق عون. تحية كبيرة لهذا الرجل الطيب صاحب الصوت الجوهري الذي سافر بنا في عالم الحوزي بكل ما تحمله الكلمة من لغة، فأبدع على بهو قصر الثقافة عبد الكريم دالي، هذا الصرح الثقافي الذي تتميز به عاصمة الزيانين، صرح لطالما احتضن مثل هكذا احتفاليات ومثل هكذا مهرجانات. دائما في تكريم الفنان عون توفيق والي ولاية تلمسان السيد ممثل وزيرة الثقافة والفنون والفنان نوري كوفي. إذا تكريم لعون توفيق. وتكريم آخر لسيدة النوبات الأندلسية ليلى بورصالي، تكريم لسفيرة تلمسان وسفيرة الأندلس والحوزي في مختلف التظاهرات والاحتفاليات العالمية والوطنية. تكريم السيد والي ولاية تلمسان يكرم السيدة ليلى بورصالي، الفنانة الكبيرة ليلى بورصالي، في تكريمها السيد والي ولاية تلمسان وممثل السيدة وزيرة الثقافة والفنون هو أيضا الفنان نوري كوفي.